السلطات الإماراتية قبضت على بائع الآيس كريم التركي الشهير وطردته بره الإمارات كلها، وده بسبب المحتوى المسيء للآداب العامة ولقيم المجتمعات العربية والإسلامية. اتقبض عليه بمجرد ما بدأ يصور المحتويات الغريبة بتاعته اللي بيقدمها. بصراحة يا جماعة محتويات مخلة بالآداب، مش بس كده، ده كمان بيشجع الناس على إن هم يقلدوه. الحقيقة خطوة إيجابية مضيئة ومشرقة من السلطات الإماراتية. الحقيقة يا جماعة مش بياع الآيس كريم بس هو لوحده اللي هيشيل الليلة، في حاجات غريبة أصبحنا بنشوفها في كل حتة وفي كل مكان، وخصوصا على شبكة الإنترنت. والحق يقال مش بس الإمارات اللي بتقوم بدورها في محاربة القرف اللي احنا بنشوفه ده، في مصر كمان بقينا بنسمع كل يوم التاني على القبض على الناس إياها، الناس اللي بتسيء لمجتمعاتها والبلدها، سواء بقى رقصات التيك توك او غيرهم. ما الساحه اصلا بقت مليانه. الفسق والفجور والدعاره والدياثه ما بقتش مقصوره بس على بيوت الدعاره، لكنها اصبحت في كل مكان حوالينا، وخصوصا على منصات التواصل الاجتماعي. والموضوع اصبح محتاج رقابه قويه جدا. وبكده الامارات رفعت شعار: لو عاوز تهزها لهم زي المسطول روح يا حبيبي هزها لهم في اسطنبول. اكيد البوله، قصدي على بوله الايس كريم يعني. صلوا على النبي.